أنا جيت الكويت، كان والدي الله يرحمه كان رحمة الله عليه. المستشار الإعلامي في سفارتنا في الكويت. كان حوالي سنة 93 94. كان وقتها الأسرة كلها انتقلت راحت طبعا. الكويت. نعم. في الوقت ده صادف إن أنا كنت جيت أخدت ثالثة ورابعة ثانوي هنا، اللي هي زي تانية وثالثة ثانوي عندنا في مصر يعني. تقريبا يعني حاجه 16 17 18 حاجه كده يعني. عشنا كنا قاعدين في السلميه، اوكي، في شارع البلاجات. افتكر كويس يعني. تأقلمت مع الشباب الكويتيين في ذاك الوقت؟ دخلت، كنت في مدرسه ثانويه عبد الله العسعوسي في السلميه. طبعا تعرف شارع المطاعم؟ شارع المطاعم طبعا مريت عليه يعني؟ طبعا. اوكي. وكان ليا اصدقاء معايا في الفصل في الوقت ده يعني. بس من ساعتها لما رجعت مصر كان لسه والدي كان لسه قدامه البوست بتاعه، لسه يعني ما كانش لسه خلص. انا رجعت مصر عشان كنت رجعت اخش الجامعه، عشان الجامعه. وهو كمل السنتين يعني اللي كانوا فاضلين من الفتره الزمنيه اللي هو كان البعثه تبعه يعني. ويمكن رجعت لهم اجازات يعني، كنت بروح تيهم بالاجازه.